السلام عليكم. في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء في المغرب، منذر الكبير قال معلومات غلط وضحك كل المؤتمر عليه وخلى نفسه مسخرة وقمة الفكاهة والضحك عليه. قبل ما يتأكد من معلوماته وطلع قال معلومات غلط ضحكت كل الناس عليه، حتى جماهير الرجاء ضحكت عليه قبل جماهير الأهلي. المصيبة بقى إن قال المعلومات دي قدام مجموعة كبيرة من الصحفيين كلهم شطار جدا في مهنتهم، اللي أغلبهم معلوماتهم أفضل منه 100 مرة. منذر الكبير قال إحنا نقدر نكسب الأهلي بفارق 3 أهداف ونقدر نجيب في الأهلي أهداف كتير. ماشي يا عم، حقك تتكلم عن النادي بتاعك براحتك وتقول اللي أنت عايزه فيه وتمدح في النادي بتاعك واعمل اللي أنت عايزه، ومن حقك تقول أكتر من كده. لكن اللي مش من حقك بقى انك تتكلم على الاهلي وتقول ان الاهلي بيخسر في ملعبه 3-0 من النادي المصري، وقال احنا بقى كالرجاء ما نكسبش الاهلي 3-0 و4 و5 ونتاهل على حساب الاهلي. طب انت ما سالتش نفسك بينك وبين نفسك كده في اخر 4 ماتشات للرجاء مفيش ولا جول جبتوه ولا ماتش كسبتوه؟ طيب قول لي يا استاذ منذر، حضرتك شفت الماتش بتاع الاهلي والمصري ده فين؟ بنات افكارك بلغتك بيه ولا شفته في الحلم وانت نايم؟ لان ببساطه ما حصلش ان الاهلي لاعب المصري وخسر منه 3-0. الاهلي الماتش الوحيد اللي لعبه السنه دي مع المصري اتعادلوا 0-0 والحكم ظلم الاهلي. ولما الاهلي وقع مع المصري في كاس الرابطه الاهلي اعتذر وقال مش هلعب كاس الرابطه لانه بيلعب في افريقيا وعنده مواعيد مباريات تقيله، فاعتذر عن كاس الرابطه. وخرج الاهلي باعتذار من غير نتيجه، من غير لعب مباراه، من غير اي حاجه اساسا، وبكده بيكون المصري فاز لان الاهلي اعتذر عن المباراه. بص يا منذر، المواقع الخايبه الهبله اللي انت دخلت تقرا منها المعلومات للاسف الشديد خليتك سخريه واضحوكه لكل الناس، وما كلفتش نفسك انك تتعب شويه في البحث وتدور في مواقع موثوق منها وتعرف التفاصيل بجد. انما انت اول خبر خدته وحفظته في دماغك وطلعت قلته في المؤتمر من غير درايه، من غير معلومات، من غير اي حاجه. طب دور شويه في اخبار سليمه، على الاقل هتعرف حصل ايه، الماتش ده اتلعب ولا لا، كام اتلعب فين، وكان جمهور قد ايه. مش المفروض التفاصيل الصغيره دي انت كراجل مدير فني النادي التفاصيل الصغيره دي تفرق معاك جدا؟ حتى يا اخي اطلع اكتب على اليوتيوب هدف مباراه الاهلي والمصري في كاس الرابطه واعرف التفاصيل، مش هتخسر حاجه والله، عشان حتى تعرف الماتش خلص كام وايه اللي حصل والدنيا كانت ماشيه ازاي في الماتش، وتشوف الفيديو بتاع الماتش عشان تشوف اللاعبين دول بيتحركوا ازاي وتاخد نقاط الضعف بتاعت الاهلي عشان تركز عليها. لكن للاسف وقعت نفسك في موقف محرج يثبت انك راجل ضعيف مهنيا وانك مش قاري ومش فاهم اللي بتقوله ايه. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.